وضيق وعايز فرج. طب ما انا ساكت ليه؟ ما انا بايدي الحل. انا بايدي الحل اخرج من اللي انا فيه، بايدي الحل ادور على حاجه تنجيني من السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. يا صباح السعاده، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحه والعافيه. كتبتولي كتير في الكومنتات ايه الفرق يا سمسم بين الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلتولي ان اصابكم شيء من الفتور وازاي نكمل الطاعات دي، لان احنا بنيجي فترة معينة وبنزهد في الموضوع. نقطة بسيطة بس حابة ان انا اتكلم فيها. انا اي فيديو بطلع اتكلم عليه بيبقى من طلبكم انتوا، ما بطلعش اجيب موضوع الا حاجات بسيطة من دماغي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اكتر حاجة انتوا بتطلبوها مني، واكتر حاجة بتسألوني عنها، اكتر حاجة بتبعتوها لي على الانستجرام اسئلة كتير خاصة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبلاقي ان انا المفروض ان انا اطلع بفيديو عشان اقدر افيد الناس. يعني انا محتوى قناتي محتوى تنظيمات وترتيبات، انا بحب المطبخ وشغل المطبخ والوصفات والاكلات، بس محتوى قناتي حاجه تانية. انتوا حبيتوا مني كلامي، انتوا حبيتوا مني تسمعوا مني وارتحتوا لكلامي ولنصايحي، فدي حاجه من عند رب العالمين. ما اقدرش ان انا اقفل بابي في وش حد، يعني ربنا يجعلني سبب في تفريج كربة اي حد. سيبنا من الكلام ده ويلا ندخل في موضوع يا سمسم، ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب خلينا نقول آية جميلة في القرآن الكريم بتقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفهم إيه من الآية دي؟ إن أي حد بيعمل أي عمل صالح في الدنيا دي كلها، أعمال الصالحة كتير جدا، من ضمنهم الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قراءة سورة البقرة، الدعاء يعتبر عمل صالح وتوسل لرب العالمين، إماطة الأذى عن الطريق، صلة الرحم، العطف على الصغير واحترام الكبير، جبر الخواطر، الصدقة. الأعمال الصالحة كتير 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 كتير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني أي حد هيعمل عمل صالح هو مؤمن بأن العمل ده ابتغاء مرضات الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، عايشوا حياة طيبة، هرزقوا بكل الخيرات اللي في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف الخير في الدنيا وفي الآخرة. خلينا الأول نشوف ايه هو الاستغفار، وايه الحديث اللي بتخلينا نقول ان الاستغفار ده سبب كبير من أسباب الخير. ايه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اتكلمنا عنها كتير وأقولها بشكل مقتضب برضو للي بيشوفني أول مرة. الاستغفار معناه ايه؟ الاستغفار طلب المغفرة وعدم المؤاخذه. يعني ولله المثل الاعلى، لما انت تكوني زعلت حد ما تاخذنيش، معلش حقك عليا، بالله عليك ما تاخذنيش، عارفين انتوا ما تاخذنيش، وايه استرني وما تفضحنيش. فالاستغفار بقى طلب العفو من رب العالمين، وانه ما ياخذنيش على ذنوبي، وانه يسترني، وانه ما يفضحنيش. نيجي نشوف بقى ايه افضاله او الثمره بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم على لسان كل نبي قال ان الاستغفار ده سبب كبير جدا من اسباب الرزق والبركه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يعني هتستغفروا هو غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. آية قرآنية صريحة بتقول إن اللي بيستغفر ربنا هيمده بالأموال الكتيرة. يبقى الاستغفار سبب من أسباب تحصيل الرزق المادي. يبقى كل واحد نفسه في رزق مادي وبيدور على رزق مادي وفرج يكتر من الاستغفار. ويمددكم بأموال وبعدين إيه؟ وبنين. طيب البنين ده بيجي منين؟ البنين ده بيجي يا سمسم من الجواز، صح؟ وبالتالي أنا لما استغفر هيجي لي البنين ازاي؟ ان انا هتجوز، فده سبب مثلا من اسباب الزواج. واتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات الادعيه اللي انت ممكن تدعيها باذن الله تكون سبب في حصولك على الزوج الصالح. نرجع تاني لنقطتنا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، هيديكم كل الخير اللي في الدنيا وفي الاخره. ليه الاستغفار بيعمل كده؟ انا لما استغفر رب العالمين وبالتالي هيمحو كل الذنوب والسيئات. ورزقنا اصلا بيتاخر ليه؟ والفرج والزوج الصالح ساعات بيكون ابتلاء وساعات بيكون بلاء بسبب ذنوبنا. فاحنا لما بنستغفر ربنا سبحانه وتعالى الذنوب دي بتتمحي، وبالتالي الرزق اللي كان جاي لنا والذنوب منعته هيبدا ان هو يجي، لان احنا استغفرنا رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال ايه يا بنات؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل
ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. دايما كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين بيجي شارح للقرآن الكريم. الضيق بقى باختلاف الضيق، كل إنسان عنده هم وضيق بيؤرقه ومقدر عليه صفو حياته ووجعه. يبقى الاستغفار ده لأي هم ايا كان نوع واي قرب ايا كان نوعه، ورزقه من حيث لا يحتسب. اللي عايز الرزق المادي، رزق الاولاد، رزق الزوج، رزق البركه، رزق جميع انواع الرزق، لان الارزاق انواعها مختلفه، مش بس الرزق المادي ومش بس رزق الزواج. تعالوا بقى بينا نشوف معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين في الآخر هنحط مقارنة بينهم، وبعدين في الآخر هنقول مين أفضل ذكر فيهم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اتكلمت في فيديوهات كتير عرايض عنها من كتر الخير والبركة اللي أنا شفتها منها. هقول لكم في عجالة سريعة إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها في القرآن الكريم لما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من رب العالمين بأنه بيصلي في الملأ الأعلى، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو وملائكته. صلاة رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني ينزل عليه الرحمات والبركات ويبلغه المقام المحمود اللي وعدوا به بثناءه عليه ووسط الملائكة. صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هي دعوة رب العالمين بأن يثني عليه وبأنه ينزل عليه رحماته وبركاته. صلاتنا إحنا دعائنا ليه بأن ربنا ينزل عليه الرحمات والبركات ويرزقه الوسيلة اللي هيشفع لنا بيها إن شاء الله ويبلغه المقام المحمود الذي وعده. أقربكم مني منزلة أقصركم صلاة علي، يعني معناها ده حديث صحيح قول الصادق الأمين إن اللي أقرب واحد منه منزلة يوم القيامة يعني يبقى جنبه إن شاء الله هو أكثركم صلاة علي. فده يشجعنا، ربما أعمالنا ما تنفعناش أصلا لدخول الجنة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بذكرنا ليه وبصلاتنا عليه تدخلنا الجنة. نشوف نفكر في الآخرة برضه، مش كل حاجة هتبقى الدنيا، دي نقطة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة ربنا سبحانه وتعالى هيصلي عليا 10 صلوات، يعني ب10 بركات، ب10 رحمات، ب10 من ثناء الله عز وجل عليكي انت كبني ادم وانت كبني ادم وسط الملائكه، يعني اسمك محفوظ عندهم. يعني انت لو اتحطيت في ضيق ووجع وجيت دعيت يا رب، الملائكه تبقى عارفه صوتك من كتر ثناء ربنا سبحانه وتعالى عليك في وسطهم بالاعمالك الصالحه. فلما تتحط في ضيق الملائكه هتسمعك، فهتدعي رب العالمين ليك، ودعاء الملائكه مستجاب، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثالث ثمره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال ايه؟ صحابي جه وقال له: يا رسول الله، معنى الحديث يعني اجعل لك من صلاه الربع؟ قال له: ان شئت وان زدت فهو خير. قال لهم: أجعل لك الثلثين؟ قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال له: أجعل النصف لك؟ قال له: إن شئت وإن زدت خير. قال له: أجعلها لك كلها؟ قال له: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. غير ان انت حبنا لرسول الله انه سبب، يعني اكبر سبب كفيل يخلينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو ان احنا بنحبه، لان رسالته من رب العالمين سبب نجاتنا باذن الله من النار. ليه؟ بلغنا رساله وخلانا مسلمين. ده اكبر نعمه ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بيها هي نعمه الاسلام. دلوقتي بقى عرفنا ثمره كل ذكر من دول، الاستغفار والصلاه على النبي. انا عايزه اسالكم انتوا سؤال بقى، عايزاكم انتوا بقى تنزلوا دلوقتي في الكومنتات وتجاوبوني قبل ما اكمل كلامي. وقفوا الفيديو وانزلوا جاوبوا السؤال اللي انا هسالكم فيه ده. بالله عليكم انتوا شايفين مين فيهم افضل ذكر؟ خلاص انزلوا دلوقتي قولوا لي مين افضل ذكر، وبعدين يلا شغلوا الفيديو، بعدين تعالوا نكمل الكلام ونقول مين افضل ذكر فيهم. برافو عليكم. طبعا انتوا بعد ما قارنتوا بين الاتنين من كلامي اتاكدتوا الثمره بتاعتهم واحده، صح؟ طيب فنلاقي ان في ما بين الذكرين امرين مشتركين. هنا في الاستغفار من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرجا، هنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يكفى همك ويغفر ذنبك. يعني تقريبا متماثلين
في الثمرة بتاعتهم. ايه الافضل فيهم يا سمسم؟ الاثنين فضلهم عظيم، الاثنين ان شاء الله متساويين في الثمرة، لان ده كلام رب العالمين وده كلام رب العالمين، كلام الصادق الامين عن الاستغفار وده كلام الصادق الامين عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ليه بقى نقارن ما بينهم؟ طب ليه ما نعملش الاثنين اكتر؟ ليه ما نخصص في يومنا وقت للاستغفار ووقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بما ان بركتهم كبيرة؟ انا في هم وضيق وعايز فرج، طب ما انا ساكت ليه؟ ما انا بايدي الحل، انا بايدي الحل اخرج من اللي انا فيه، بايدي الحل ادور على حاجة تنجيني من اللي انا فيها. وده مش هيحصل الا بحسن ظني في الله عز وجل والصبر ثم الصبر. انا بعمل مش بجرب، انا بعمل، انا واثقه في كلامك يا رب وفي كلام رسولك الكريم، وصبره ومستنيه الفرج. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجاب لي، ثم يترك الدعاء ويتحسر كده او يستحسر يعني. فانا لما اقعد استعجل اقول ما حصليش واسيب الدعاء واسيب الصلاه على النبي، وما هو مش هيحصل حاجه، مش هيحصل. صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مقبوله في كل الاحوال، ربنا هينزل رحمته وبركاته عليه ومقبوله، انت بتقولها وهتقبل منك، لكن هل هتقبل ليك؟ سببها ان انت ما عندكش يقين، ما عندكش حسن ظن بالله، انت متاكد. وانت لو عندك ذره شك واحده في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما تقولش اصلا، لان مش هيحصل لك حاجه. لو انت عندك واثق بس الامر هياخد صبر عشان في اختبار ليك كده، ما احنا في الدنيا جايين اختبارين، مش كل حاجه هتتحقق على مزاجنا، لازم نصبر وننجح في الاختبار. نرجع بقى للايه اللي انا قلتها لكم في الاول، هي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. خلاص يبقى تجمع الاعمال بقى. بصوا، نزاحم همومنا بكتر الأعمال الصالحة، ايه رأيكم؟ نزاحمها بكتر الطاعات، نزاحم كل حاجة تعبانة بالذكر والاستغفار وقراءة سورة البقرة وبالدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش بس الصلاة على النبي والاستغفار بس، ده كان إجابة على السؤال اللي جالي، وأنا متأكدة إن كتير بيفكروا من نفس المنطق، أصلي على النبي أكتر ولا استغفر أكتر؟ رب الإجابة تكون شافية ووافية ليكم. استنوني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، وأشوفكم على خير وأسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.